بكم في قناتنا الرياضية التونسية. رزنامة الموسم الجديد الافريقي والبقلاوه في الافتتاح دربي العاصمه وحوارات الكبار ستلعب نهايه المشوار. تم اليوم الخميس سحب رزنامة بطولة الاولى لموسم 2019-2020 والتي جاءت تخفي اغلب مباريات القمه وحوارات الرباع الكبير الى الامتار الاخيره ذهابا وايابا، وجاءت كما قلنا الجوله الافتتاحيه بقمه مبكره تتمثل في دربي العاصمه لصغير اللي سيلعب بين النادي الافريقي والملعب التونسي، ثم تندرج المواجهات لترتفع وتلت قوتها تدريجيا. من ذلك الجوله الثانيه ستعرف اجراء دربي الساحل بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري، فضلا عن مباراه قمه تقليديه بين الترجي والنادي البنزرتي. وستلعب كل مواجهات كبار بكلاسيكو يجمع بين النادي والترجي التونسي في الجوله السادسه، ثم سيتجدد الحوار بكلاسيك آخر يجمع بين الترجي التونسي والنجم الساحلي في الجولة السابعة. أما الدربي العاصمة سيلعب الجولة التاسعة ليأتي كلاسيكو والسياسي الجولة العاشرة، فيما يتكرر القمة في جولات 12 و13 حيث سيواجه النادي الافريقي والنادي السياسي، ثم يتبارى النجم الساحلي والنادي الافريقي.